بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن introduction لل AVL trees، وشوفنا ان الباينري سيرش تري ساعات بيبقى فيها مشكلة زي المشكلة دي كده اهوت، ان هي تتحول ان هي تبقى مش موزونة، مش بالانسد تري، وده بيخلي ان السيرش فيها في الاخر بيوصل ان هو order of n. فبكده بتفقد الباينري سيرش تري ميزتها ان هي السيرش فيها يبقى order of log n. فحاولنا ان احنا نخلي الباينري سيرش تري بالانسد، وهي دي كانت الاي في ال تري. فالاي في ال تري هي بالانسد باينري سيرش تري. حاولنا نخليها بالانسد ازاي واحنا بنبني التري؟ حاولنا نخليها الاستراكشر بتاعها بالانسد. يعني ايه بالانسد؟ ان تبقى تري موزونه، ان يبقى الجزء اللي على الشمال اللينث بتاعه تقريبا قد اللينث بتاع الجزء اللي على اليمين. وعلشان نخليها بالانسد لاحظنا ان احنا محتاج، عشان اقدر اخلي الشمال قد اليمين، يبقى محتاج ان الاليمنت اللي في النص دوت يكون هو الميديان، او هو العنصر اللي في النص. يعني الروت يبقى هو العنصر اللي في النص. يعني مثلا كان عندي هنا من 5 ل 11، فحاولت اجيب اللي في النص اللي هي مين؟ ال8 تبقى هي الروت، بحيث ان يبقى في عندها اليمنتس على الشمال واليمنتس على اليمين. لكن لما كانت ال5 هي اصغر اليمنت فيهم كلهم، فما كانش عندها حاجه على الشمال لان كلهم اكبر، فكلهم جم على اليمين. وهكذا الستة كان كل اللي تحتيها على يمينها لأن كلهم أكبر منها. لكن لما نحاول نجيب الإليمنت في النص اللي هو ال8 مثلا ونحطه كأنه روت، ساعتها هنقدر نحط إليمنتس على الشمال ونحط إليمنتس على اليمين. نفس الكلام الستة بحيث أخلي في حاجات على الشمال زي ال5 وحاجات على اليمين زي ال7، لأن احنا عارفين الباينري سيرش تري كل اللي على الشمال اللي على اليمين بيبقى أكبر من النود، وكل اللي على الشمال بيبقى أصغر من النود. لما بنينا التري بحيث تبقى بالانسد، قدرنا ان احنا نعرف نعمل سيرش فيها باوردر اوف لوج ان، بس ده كان على حساب الانسيرشن والديليشن. في الحلقه دي عايزين نشوف بقى ازاي نعمل ريبالانسنج. احنا كنا كل ما بنحط نود جديده كنا بنحتاج نعمل ريبالانسنج للتري. عايزين نشوف ازاي ممكن نعمل ريبالانسنج للتري. الحقيقه ان انا بيكون عندي 4 حالات بحتاج ان انا اريبالانس التري فيها. اول حاله زي الحاله ده هي كده اهوت، لما تكون السب تري بتاعتي عندي نود يمينها نود تاني اكبر منها، يمينها نود تالتة اكبر منها. في الحاله ديت لو حسبنا البالانس فاكتور، والبالانس فاكتور لما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت هو الفرق ما بين اللينث بتاع السب تري الشمال واللينث بتاع السب تري اليمين، هنلاقي ان هنا البالانس فاكتور 0، هنا البالانس فاكتور -1، وهنا البالانس فاكتور -2. فهنلاقي التري ديت مش بالانسد علشان ال-2 هنا. نفس الكلام هنا ال3 هتلاقيها 0، ال4 هتلاقي البالانس فاكتور بتاعتها ب1، من الشمال اللينث ب1 واليمين ب0، يبقى 1 ناقص 0 ب1. ال5 البالانس فاكتور بتاعتها ب2، لان الشمال اللينث بتاعتها ب2 واليمين ب0، يبقى 2 ناقص 0 يديك 2. الحالة الثالثة ان انا هيكون عندي ال6 هنا اهوت 0، ال7 ب1، ال5 ب0 ناقص 2 يديلك ناقص 2، او ان انا هنا يكون عندي 0 ناقص 1 يديلك ناقص 1، وهنا يديلك 2، لان اللينث هنا ب2 واللينث في اليمين ب0، يبقى 2 ناقص 0 يديلك 2. دي ال4 حالات اللي انا ممكن احتاج اعمل فيها ريبالانسنج. طيب تعالوا نمسك حالة ونشوف ازاي ممكن نعمل ريبالانسنج للسب تري دهيت. اول حاله انا يهمني ايه؟ احنا قلنا ان انا يهمني ان انا اطلع الاليمنت اللي في النص يبقى هو الروت علشان اريبالانس بيه الدنيا. فانا عندي 5 6 7، مين اللي في النص؟ هو ده اللي في النص 6. يبقى الحل ان انا اطلع ال6 تبقى هي الروت، واحط ال5 شمال، واحط ال7 يمين. كده اقدر عملت ريبالانسنج للتري دهيت، غيرت الاستراكشر بتاعها بقت كده اهوت، بس في الحاله دي اصبحت بالانسد لان هنا اصبحت البالانس فاكتور 0 و0 و0. طيب احنا عملنا ايه؟ تعالوا نشوف تاني. انا خدت الاليمنت او النود اللي في النص اللي هي ال6، وبعدين خدت ال6 خليتها هي الروت بتاعت السب تري ديت، نزلت اللي على يمينها زي ما هو
يبقى لحد دلوقتي كده انا ما غيرتش حاجه. السبعة هي الستيل الرايت بتاع الست، بس خليت الليفت بتاع الستة، الليفت بتاع الستة خليته هو الروت بتاعي الخمسة. خليت الليفت بتاع الستة هو الروت بتاعي. طيب لو كانت الخمسة هنا عندها تري تانية والستة هنا عندها تري تانية، مثلا دي اسمها تي 1 ودي اسمها تي 2، عندها سب تري وهنا عندها سب تري، في تحتها اليمنتس وهنا تحتها اليمنتس تانية، هيحصل ايه؟ الخمسة هتنزل بالشمال بتاعها زي ما هو، مفيهوش تغيير لحد كده، مفيش تغيير. بس التي 2 ديت اللي كانت على شمال الستة دلوقتي مفيش مكان على الشمال خلاص، هتتحط على يمين الخمسة. اللي حصل انا هنا اللي كان على شمال الستة ده كانوا كلهم اصغر من الستة واكبر من مين؟ واكبر من الخمسة، كانوا اصغر من الستة واكبر من الخمسة، عشان كده لازم تنزل على يمين الخمسة عشان تبقى اكبر من الخمسة واصغر من الستة، عشان كده هي على شمال الايه؟ على شمال الستة. فتاني الترانسفورميشن اللي حصل ده حصل امتى؟ حصل لما كان الستراكشر بتاع تي عامل كده، الريبالانسنج جاي عند النود دهيت نيجاتيف 2 كويس، ولما تنزل يعني نيجاتيف يعني بتقول لك ان انت ايه؟ ان التقل جاي من ناحيه على نيجاتيف دي، ان التقل جاي من ناحيه اليمين، جاي من ناحيه اليمين، وهنا في نيجاتيف تاني، يبقى معنى كده التقل جاي من مين برضو؟ من اليمين من هنا، يبقى في تقلين، التقل كله جاي من مين؟ من اليمين، هنا نيجاتيف فجاي من اليمين ونيجاتيف تاني جاي من اليمين، يمين في يمين. ساعتها هنعمل ايه؟ هنغير لينك، هنغير الستة الليفت بتاعها، بدل ما كان بيبص على التي 2 بقى اصبح يبص على الخمسة اللي هي الروت كويس. والتغيير التاني اللي يعني احنا غيرنا اللينك ده واللينك ده، شمال الستة بقت خمسة واليمين الخمسة بقت التري اللي كانت موجودة هنا، يعني بدلنا الاتنين دول سوا، الاتنين لينك دولت، الخمسة يمينها اصبح بيشاور على التي 2، تي 2 دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي السب تري اللي موجودة على شمال الستة، يعني لو كان في هنا نودز تانية او سب تري تانية، دي اللي هي كأنها الايه؟ التي 2 تري 2 مثلا. فانا خدت اللي على يمين الخمسة اللينك ده حطيت فيه بدل ما كان فيه الستة حطيت فيه التي 2، واللي على شمال الستة بدل ما كان فيه التي 2 حطيت فيه مين؟ الخمسة، غيرت لينكين. كده هتلاقي الفاكتور بتاع السبعة زيرو زي ما هو، والخمسة هتبقى والستة هتتظبط والخمسة كمان هتتظبط. طيب الحالة التانية، الحالة ده هي انا هنا جاي البالانس فاكتور بتاع الخمسة بيقول 2، يبقى التقل جاي من مين؟ من على الشمال، يعني الشمال اتقل لان ده بوزيتيف، بوزيتيف يبقى الشمال اتقل، واللي تحتها منها قال لك برضو شمال، يبقى انت مش شمال في شمال، التقل جاي شمال في شمال. نعمل ترانسفورميشن ازاي؟ نفس الكلام، هتجيب الاليمنت اللي في النص ما بينهم، مين الاليمنت اللي في النص؟ هو الاربعة، يبقى الاربعة تطلع تبقى هي الروت بتاعي. انا عايز اريبالانس الدنيا، اظبط البالانس بتاعت الدنيا تاني، يبقى طلع الاليمنت اللي في النص دوت الاربعة يطلع يبقى هو الايه؟ الروت كويس، وتاخد شماله زي ما هو، 3 تنزل زي ما هي لحد دلوقتي كده مفيش تغيير. تمام جميل. خلينا نفترض برضو ان هنا كان في تري تانية تي 1 وهنا كان في تري تانية، او دي تي 1 ودي تي 2 مثلا، نفترض ان هنا كان في سب تري وهنا كان في سب تري، خمسة بتشاور على حاجات والاربعة بتشاور على حاجات. انا خدت الاربعة طلعتها في النص صح، يبقى الخمسة هتيجي فين؟ خمسة هتيجي على اليمين، يبقى انا اول تغيير غيرت اللينك ده، يمين الاربعة بدل ما كانت بتشاور على التي 2 اصبحت بتشاور على الخمسة. اتفضل لي مين؟ اتفضل التي 1 ده، التي 1 ده المفروض يكون اكبر من الخمسة، المفروض يكون كام؟ المفروض يكون اكبر من 5، هينزل زي ما هو
لحد دلوقتي مفيش تغيير. فضل لك تي 2 بقى. التي 2 دي اكبر من الاربعة واصغر من الخمسة. اكبر التي 2 اكبر من الاربعة واصغر من الخمسة. اكبر من الاربعة يبقى همشي يمين، واصغر من الخمسة يبقى همشي شمال. هقوم حاطط هنا التي 2. يبقى انا غيرت اللينك التاني اللي غيرته شمال الخمسة. شمال الخمسة بدل ما كان بيتشاور على 4 اصبحت بيتشاور على التي 2. ولما تعمل البالانسنج دوت هتلاقي ان التري او الريبالانسنج دوت هتلاقي ان التري في الاخر اصبحت بالانسد. تاني عملنا ايه؟ شفنا الاليمنت اللي في احنا دلوقتي اول حاجه لقيت ايه؟ لقيت هنا 2 بوزيتيف صح؟ يبقى معنى كده التقل جاي من على الشمال. وبوزيتيف تاني يبقى التقل جاي من على مين برضو؟ من على الشمال برضو. كويس. يبقى طول ما انا ماشي شمال في شمال كده اهوت خلاص يبقى الترانسفورميشن هيبقى ازاي؟ هاخد الاليمنت اللي في النص اللي هو الاربعه واطلعه واخليه هو الروت بتاع السب تري دي. وبعد ما اطلع الاربعه في النص هحط 3 شمال زي ما هي واخلي الخمسه تنزل يمين. يبقى انا اول تغيير غيرت اليمين بتاع الاربعه، بدل ما كان بيشاور على تي 2 اصبح بيشاور على الخمسه. تاني حاجه عملتها ايه؟ الخمسه بيمينها نزلته زي ما هو. فضل لي التي 2 دهيت انزلها فين؟ رحت جاي التي 2 المفروض ان هي اكبر من الاربعه واصغر من الخمسه. اكبر من الاربعه لان هي كل الاليمنتس اللي في تي 2 اكبر من الاربعه عشان هي على يمينها، واصغر من الخمسه على شمال عشان على شمال الخمسه. رحت منزلها على شمال الخمسه وفي نفس الوقت بقيت على يمين الاربعه، نزلت هنا ال تي 2. يبقى انا غيرت برضو لينكين اتنين. غيرت اللينك بتاع شمال الروت وغيرت اللينك بتاع يمين الاربعه. الخمسه شمالها بدل ما كان بيشاور على الاربعه اصبح بيشاور على التي 2. والاربعه يمينها بدل ما كان بيشاور على التي 2 اصبح بيشاور على الخمسه. وهو ده التغيير الوحيد لو بس. لكن الاربعه شمالها زي ما هو بيشاور على الثلاثه، والخمسه يمينها زي ما هو بيشاور على التي 1. والثلاثه بغض النظر بقى في ايه الثلاثه بتشاور على ايه هتفضل زي ما هي. فدي الحاله الثانيه. الحاله الاولى اللي شفناها كنت ماشي يمين يمين، التقل جاي من اليمين. عرفت ازاي ان التقل جاي من اليمين؟ لان هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. ماشي سوري، دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه كانت ان التقل جاي شمال في شمال. عرفت ازاي ان هو شمال؟ لان ده بوزيتيف شمال بوزيتيف شمال، التقل جاي شمال في شمال. يبقى معنى كده رحت مغير اللينكين دولت. الحاله الثالثه بقى ان التقل جاي نيجاتيف، يبقى كده يمين في بوزيتيف شمال. التقل ماشي كده كأنه كوع. كان الاول التقل ماشي ستريت خط واحد، هنا التقل اصبح كأنه ماشي كأنه كوع. كان انا بشبهه كأنه كوع. طيب في الحالة دي محتاجين نعمل ايه؟ نفس الطريقة. احنا عايزين ناخد الاليمنت اللي في النص اللي بينهم نطلعه يبقى هو الروت. مين اللي في النص؟ الست. هنقوم واخدين الستة طلعينها تبقى هي الروت، ونحط الخمسة والسبعة. الخمسة المفروض تبقى فين؟ على الشمال، والسبعة تبقى فين؟ على اليمين. جميل. طيب بس خلينا نفترض برضو ان انت عندك هنا في تي 1 وعندك هنا في تي 2. وهنا برضو تحت الستة في تي 3 وتي 4. عندك نفترض انت عندك 4 سب تريز، في تري هنا شمال الخمسة وسب تري يمين السبعة، و2 تريز واحدة شمال وواحدة يمين الست. طيب اماكنهم دلوقتي هتبقى عاملة ازاي؟ اول حاجة اللي شمال الخمسة تنزل زي ما هي شمال الخمسة مفيهاش مشكلة، هتنزل هنا اهوت التي 1 من غير مشكلة شمال الخمسة. طيب واليمين السبعة هتنزل برضو يمين السبعة مفيش مشكلة. كويس جدا. اتفضل لك المشكلة في مين؟
فاللي كانوا تحت الست كان في 2 تريز، واحدة شمال الستة وواحدة يمين الستة، ودلوقتي شمال الستة ويمينها مش فاضي. نعمل ايه؟ نمسك واحدة واحدة. أول حاجة التي 3. التي 3 ديت المفروض إن هي أصغر من الستة، يبقى أكيد هنمشي كام؟ يبقى هنمشي شمال. والمفروض إن هي علاقتها بالخمسة أكبر من الخمسة. ليه أكبر من الخمسة؟ لأن هي على اليمين الخمسة. يبقى شمال الستة هنمشي شمال الستة ويمين الخمسة، يبقى هنحط هنا التي 3 بتاعتي. التي 3 بتاعتي تاني كانت شمال الستة، يبقى كان هي أصغر من الستة، يبقى همشي شمال. وكانت أكبر من الخمسة لأن هي كانت على يمين الخمسة، يبقى همشي يمين الخمسة. حطيت التي 3 بتاعتي. طيب التي 4. التي 4 المفروض إن هي يمين الستة، يعني أكبر من الستة، يبقى همشي يمين الستة. وكان علاقتها بالسبعة، المفروض إن التي 4 أصغر من السبعة لأن هي على شمال السبعة، يبقى هنحط هنا التي 4. هنا أنا غيرت كام لينك؟ تعالوا نشوف. أول حاجة الستة كان في هنا 2 الشمال واليمين اتغيروا. تمام؟ كويس. الخمسة شمالها فضل زي ما هو، يمينها اتغير. ده تاني لينك اتغير، تالت لينك اتغير. طيب السبعة اللي على يمينها فضل زي ما هو تي 2، لكن اللي على شمالها بدل ما كان بيشاور على الستة أصبح بيشاور على التي 4. فأنا هنا غيرت 4 لينكات. غيرت اللي يمين وشمال الستة، وغيرت اللي كان على يمين الخمسة، واللي كان على شمال السبعة. فهنا غيرت 4 لينكات. تاني عملنا ايه في الحالة دهيت؟ الحالة دي عرفتها ازاي؟ لما تكون التري عاملة كده اهوت ومش بالانسد. فلما بلاقي ان انا عندي هنا -2 ده مش بالانسد، سالب، يبقى انا كده همشي يمين. بعد كده لقيت موجب، يبقى انا همشي شمال. الحالة اللي فوقيها بالظبط كانت سالب برضو يمين، بس مشيت يمين تاني، كانت سالب تاني فمشيت يمين، لكن هنا سالب في موجب. تمام؟ اللي فوق تاني كانت سالب في سالب. وشوفنا احنا في الحلقة اللي فاتت ازاي نحسب البالانس فاكتور ده، اللي هي الارقام اللي موجودة دي. فهنا سالب في سالب يبقى مشيت يمين في يمين، لكن هنا سالب في موجب فانا مشيت ايه؟ يمين في شمال. بنعمل فيها ايه؟ يبقى ساعتها هناخد الاليمنت اللي تحت دوت الستة، يطلع هو يبقى هو الروت، لان ده هو المفروض يبقى الرقم اللي في النص. الستة ده المفروض هو الرقم اللي في النص، هطلعه هو يبقى هو الروت، واحط على شماله الخمسة وعلى يمينه السبعة. اوكي؟ بس كده الستة والسبعة الحاجات اللي كانت تحت الستة اللي هي تي 3 والتي 4 لازم اشوف هحطهم فين. رحت حاططهم واحدة على يمين الخمسة والتانية على شمال السبعة. فانا في الحالة ديت غيرت 4 لينكات. يتفضل عندنا الحالة الرابعة ان انا يكون عندي النود دهيت مش بالانسد دلوقتي عشان دي 2، فده انا كده جاي يمين بوزيتيف، يبقى انا كده سوري انا جاي شمال لان ده بوزيتيف، جاي شمال وبعد كده لقيت نيجاتيف، يبقى كده انا جاي يمين شمال في يمين. برضو نفس الايه structure ده. اللي فوقيها كانت شمال في شمال، لكن دي شمال في يمين. طيب ساعتها هنعمل ايه؟ نفس الكلام، هناخد الأربعة اللي هي الرقم اللي في النص ما بينهم اللي تحت ديت، هاخد الأربعة أطلعها روت، وبعدين هحط التلاتة على شمالها والخمسة على يمينها. طيب نقوم رايحين باصين على السبتريز. لو أنا عندي هنا T1 اوكي، وعندي هنا T2 وهنا T3 و T4. طيب نبدأ بقى نبص ايه السبتريز دي هتتحط فين. اول حاجة اللي على شمال التلاتة تنزل زي ما هي مفيهاش مشكلة، T2 والT1 اللي على يمين الخمسة تنزل زي ما هي مفيهاش مشكلة.
يتفضل لك مين؟ يتفضل لك التي 3 والتي 4. طيب التي 3 دلوقتي دول كانوا تحت الاربعه، خلاص الاربعه شمال ويمين خلاص مفيش مكان، هيتحطوا فين؟ نبدا نبص. التي 3 ديت المفروض ان هي ايه؟ اصغر من الاربعه، يبقى هنمشي شمال. وعلاقتها بالثلاثه اكبر من الثلاثه، ليه اكبر من الثلاثه؟ هي على يمين الثلاثه، يبقى خلاص يبقى التي 3 تحط هنا. طب والتي 4؟ التي 4 اكبر من الاربعه، يبقى هنمشي يمين. وعلاقتها بالخمسه اصغر من الخمسه، يبقى هنمشي شمال. نقوم جايين حاطين هنا التي 4. يبقى احنا هنا غيرنا كام لينك؟ الاربعه الاثنين اللي كانوا تحت الاربعه، الشمال واليمين اللي تحت الاربعه اتغيروا، تمام. والثلاثه يمينها اللي كان بيشاور على الاربعه بقى يشاور على التي 3، والخمسه شمالها، خمسه شمالها اللي كان بيشاور على الثلاثه اصبح بيشاور على التي 4. نفس الفكرة هنا، حولنا طلعنا الاربعة في النص بقت هي الروت. غيرنا 4 لينكات، غيرنا اللينكين اللي تحت الاربعة، بدل ما كان بيشاوروا على الثلاثة والاربعة اصبحت واحد بتشاور على الثلاثة والتانية بتشاور على الخمسة. والثلاثة نفسها يمينها اللي كان بيشاور على الاربعة اصبح بيشاور على التي 3، وشمال الخمسة اصبح بيشاور على التي 4. ديت هي الاربع حالات اللي انا ممكن احتاج اعمل فيها ترانسفورميشن. الحاله الاولانيه بعرفها ازاي؟ انا بقارن، بعرف من البالانس فاكتور دي نيجاتيف صح ودي نيجاتيف، نيجاتيف ونيجاتيف يبقى يمين في يمين. هتلاقي الحاله الاولانيه نيجاتيف ونيجاتيف، الحاله الثانيه هتلاقيها بوزيتيف 2 و1 بوزيتيف، يبقى هنا بوزيتيف وايه وبوزيتيف. طيب الحالة الثالثة هتلاقيها نيجاتيف يبقى امشي يمين، وبوزيتيف يبقى امشي شمال، يبقى هنا نيجاتيف بوزيتيف. الحالة الأخيرة هتلاقيها بوزيتيف وبعد كده نيجاتيف، هنا بوزيتيف ونيجاتيف. الحالة الأولانية كانت نيجاتيف في نيجاتيف، رحت عامل ايه؟ رحت مطلع الستة ديت خليتها هي الروت، حطيت على شمالها الخمسة، ورحت واخد الخمسة ديت حطيت على يمينها التي 2. هنا تاني عملنا ايه؟ خدنا الستة الرقم اللي في النص طلعناه خليناه روت، وبعدين بعد ما طلعناه خليناه روت حطينا الخمسة على شمالها والسبعة على يمينها عشان تبقى موزونة، عشان تبقى كمان باينري سيرش تري. الخمسة لازم تبقى على يمين الستة والسبعة لازم تكون على يمين الستة. طيب وبعدين بدأت أبص على السب تريز، أنا عندي تي 1 وعندي تي 2 هنا وعندي تي 3 وتي 4 تحت السبعة، بس مش فارقة هينزلوا زي ما هم، أنا ما جيتش جنب السبعة خالص. هقوم أعمل إيه؟ خلاص أنا دلوقتي هاخد، أنا عندي مشكلة التي 1 هتنزل على يمين الخمسة على شمال الخمسة عادي خالص، زي ما كانت على شمال الخمسة تنزل على شمال الخمسة لأن في مكان. طيب التي 2 كانت على شمال الستة، دلوقتي أنا عندي مشكلة إن الستة شمالها أصبح في حاجة تانية، أقوم منزل فين التي 2؟ خلاص أنا عايز تي 2 دي يكون في حتة أكبر من الستة، يبقى سوري أصغر من الستة لأن هي على شمالها أصغر من الستة، يبقى همشي شمال، وعلاقتها بالخمسة هي أكبر من الخمسة على يمينها، فرحت رايح على يمين الخمسة حاطط التي 2. هلاقي في الآخر إن أنا هنا لما بلاقي الاستراكشر ده مجرد بغير 2 لينكس بس، اللينك اللي على يمين الخمسة واللينك اللي على شمال الستة. اللينك اللي على يمين الروت دوت بدل ما كان بيشاور على الستة أصبح بيشاور على السب تري بتاعت الستة، واللينك اللي على شمال الستة بدل ما كان بيشاور على السب تري أصبح بيشاور على الخمسة. يعني كأني عملت سوابنج للاتنين لينكس دولت، خليت الخمسة تشاور على تي 2 وخليت الستة تشاور على الخمسة. أجي هنا في الحالة التانية بوزيتيف بوزيتيف، يبقى أنا ماشي شمال في شمال، هاخد برضو النود اللي في النص أطلعها تبقى هي الروت، أحط على شمالها التلاتة وعلى يمينها الخمسة. التي 1 هتنزل زي ما هي، ولو كان في تحت التلاتة أي تريز هتنزل برضو زي ما هي، لكن هيبقى عندي مشكلة في التي 2 دهيت لأن يمين الأربعة أصبح مشغول،
رحت واخد بصيت التي 2 ديت كانت ايه علاقتها بالاربعة، كانت على يمين الاربعة، فرحت ماشي يمين اكبر، وكانت ايه علاقتها بالخمسة، كانت اصغر من الخمسة، على شمالها رحت ماشي شمال حاطط التي 2. يبقى هنا برضو انا غيرت لينكين اتنين بس، غيرت اللينك اللي كان على يمين الاربعة بدل ما كان بيشاور على التي 2 اصبح بيشاور على الخمسة، وغيرت اللينك اللي على شمال الخمسة الليفت بتاع الخمسة بدل ما كان بيشاور على الاربعة اصبح بيشاور على التي 2. يعني الخمسة شمالها اصبح بيشاور على التي 2، ويمين الاربعة اصبح بيشاور على الخمسة. الحالة الثالثة لما بيكون عندي نيجاتيف في بوزيتيف، يبقى كده نيجاتيف يبقى جاي يمين، بوزيتيف يبقى شمال. لما بتكون الحالة دي كده نيجاتيف في بوزيتيف يبقى ساعتها بعمل ايه؟ باخد الستة اطلعها فوق تبقى هي الروت، واحط على شمالها الخمسة ويمينها السبعة. التريز التي 1 اللي هي كانت على شمال الخمسة هتنزل زي ما هي، واللي كانت على يمين السبعة التي 2 هتنزل زي ما هي. وبعدين يتفضل عندي التي 3 والتي 4 دول كانوا على شمال ويمين الستة، دلوقتي الستة شمالها ويمينها اتملوا، فرحت حاططهم في اماكنهم بنفس الطريقة اللي شفنا بيها الامثلة اللي فاتت. غيرت هنا 4 لينكات مش لينكين بس، غيرت 4 لينكات ليه؟ الستة شمالها ويمينها اتغيروا، والخمسة يمينها اتغير، والسبعة شمالها اتغير. ونفس الطريقة في الحالة الأخيرة. دي كانت الأربع حالات اللي أنا بحتاج أعمل فيهم ريبالانسنج علشان أقدر أحصل على AVL tree. الدنيا هتوضح أكتر بإكزامبلز أكتر، هناخد في الحلقة الجاية إكزامبلز أكتر على AVL tree، نجمع الدنيا كلها مع بعضها بقى ونشوف بالإكزامبلز هيحصل إيه.